تخيلي كده تتطلقي وتكتشفي ان القانون ممكن ياخد عيالك لو اتجوزتي تاني. ايه ذنبك انك بتحاولي تبداي حياه جديده وتكوني سعيده مره تانيه؟ انا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. فاتن امل حربي ام مطلقه وعندها بنتين، بعد 10 سنين جواز جحيم قررت تطلب الطلاق، وافتكرت هنا ان المعاناه انتهت. لكن الصدمه كانت اكبر. عرفت ان قانون الاحوال الشخصيه في مصر بيقول لو الام المطلقه اتجوزت تخسر حضانه عيالها فورا. مسلسل فاتن امل حربي اتعرض سنه 2022 وفتح نقاش ضخم جدا على الموضوع ده. الاستاذه نيلي كريم جسدت معاناه الاف الامهات في مصر، امهات محاصره بين خيارين، يا اما يفضلوا عايشين لوحدهم بدون جواز تاني او يخسروا عيالهم. المسلسل ما وقفش عند الحكايه، النقاش خرج من الشاشه للشارع. النتيجه جدل مجتمعي كبير، ملايين المصريات شافوا نفسهم في فاتن. وفي مايو 2022 الرئيس السيسي بنفسه قال ان احنا محتاجين لاعداد قانون احوال شخصيه متوازن، وخلال الفتره الجايه هنشكل لجنه من القضاه المتخصصين. وبالفعل اتشكلت لجنه من 10 قضاه لكتابه مشروع قانون جديد، والمشروع حاليا في مراحل المراجعه النهائيه. تاثير كان واضح جدا، المسلسل خلى القضيه اولويه على مستوى الدوله، وفاتن الشخصيه والرمز اثبتت ان هي انسانه عايزه تعيش وتربي عيالها بسلام. مسلسل واحد قدر يخلي البلد تعيد تفكيرها في قوانين عمرها اكتر من 60 سنه، ودي مش اول مره الدراما المصريه تغير قوانين. فاكرين اريد حلا لفاتن حمامه، او تحت الوصايه لمنى زكي، كلمه شرف لفريد شوقي؟ كل دي حكايات اتكلمنا عنها في حلقات قبل كده، هسيب لكم لينكاتها في التعليقات. الدراما المصريه مش بس دايما ترفيهيه، دي قوه تغيير حقيقيه. سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقه جديده. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.